السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم المش. لو انتي ما عندكيش مش خالص قديم وكده وعايزه تعمليه من الاول، فهنعمل بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دي. ولو عندك مش قديم وحابه تزوديه برضو هتعملي الطريقه اللي انا هقولك عليها دي. طريقه سهله جدا وبسيطه وهتعجبك ان شاء الله جدا. تعالوا نشوف الطريقه. بس لو اول مره تشوفوني، انا اسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هجيب بقى معايا هنا لبن رايب. لو ما عندكيش اللبن الرايب هتستخدمي عادي اللبن الحليب، بس الرايب بيكون أحسن، بيخلي معاكي المش كده ليه قوام وتقيل كده. بعد كده هحط معايا هنا حوالي 7-8 قرون من الفلفل الحراق. طبعا هنستخدم الفلفل اللي هو الأحمر اللي هي الشطة، ما ينفعش نستخدم الفلفل الأخضر. الفلفل الأحمر بيدي للمش لون حلو كده وبيخليه لونه أحمر وحلو. هزود كمان شوية من الشطة الناشفة زي ما انتوا شايفين، وهاخدهم واضربهم في الخلاط كويس جدا. هنعمهم بقى كده في الخلاط كويس، وهاجي بقى على النار. هنا معايا هنا مرتة من اللي بنطلعها من السمنة، يعني بعد ما بتسيحي السمنة بنطلعي المرتة. فاخدت شوية من المرتة دي كده وبدأت ان انا احطها على النار علشان اغمقها معايا شوية. دلوقتي هي لونها فاتح ان هي تتاكل كده على طول. انا عشان اعمل المش لازم اغمق المرتة دي شوية كده على النار، فهاخدها وافضل اقلب فيها كده لحد لونها ما يغمق شوية. خلاص بعد ما غمقت معايا المرتة شوية كده، هجيب بقى كده اللبن والشطة اللي انا ضربتهم مع بعض في الخلاط، وهبدأ احطهم على النار بالشكل ده. وهضيف كمان الملح عندي، وهسيبهم على النار يغلوا حوالي 10 دقايق. بسيبهم يغلوا حوالي 10 دقايق علشان المش يبقى تقيل معايا. بعد ما سبتهم 10 دقايق وده المش بتاعي كده، هسيبه لحد ما يبرد تماما. وبعد كده هحطه بقى في البرطمان او في البلاصي اللي انت هتعملي فيه. اهم حاجة تسيبيه يبرد تماما، وتاني يوم ممكن تسقطي فيه الجبنة اللي انت هتعمليها وتقفلي عليه بقى وتسيبيه. مثلا شوفي بقى انت هتاكلي منه بعد شهر بعد شهرين، هو هيفضل معاكي كده، كل ما يقدم معاكي يبقى طعمه احلى. وبكده عملنا مع بعض خميرة المش وتبقى جاهزة معانا. كل سنة بقى كده ممكن تزودي لها شوية لبن رايب على شطة. ممكن تحطي برضو طحينة لو انتي حاسة ان المش بتاعك خفيف، فزودي شوية طحينة. عندك بقى اي جبنة في التلاجة محدش هياكلها، ممكن ترميها في قلب المش ده. يعني لو جبنة رومي مثلا وناشفة ومحدش هياكلها، حطيها في المش ده هتبقى حلوة جدا. شوية لبن مثلا عندك رايبين مش عارفة تعملي بيهم ايه، تروحي ضربهم في الخلاط مع شوية شطة وزودي بيه المش ده، بس طبعا لما يكون قديم عندك. احنا كده عملنا اساس المش. وبعد كده لما المش يقدم عندك ممكن تزوديه اي حاجة انت حباها، اذا كان لبن رايب او لبن حليب، علشان تزودي بيه المش لو انت حابة. بس كل مرة تزودي فيها لبن هتزودي معاها شوية شطة. الشطة لما بتكون كتير معانا في قلب المش بتقتل معانا الدود، ما تلاقيش المش بتاعك اتملى دود وكده. لحد هنا بقى كده انا خلصت الفيديو. يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.